هلا يوتيوب، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن من قناه مستر دحوم. بما اني من اليمن اكيد بكون عارف اي قصه تحصل في اليمن واي خبر جديد يحصل في اليمن اكيد بكون داري فيه. فاليوم بحكي لكم قصه الرجال اللي ظهرت له جنيه داخل البقال. بحكي لكم السالفه من البدايه لين النهايه بالتفصيل. صاحب البقال او السوبر ماركت يقول كان فاتح المحل لين اخر الليل، يعني تقريبا الساعه 2 الفجر. قال هو، وقال هو كان فاتح المحل يعني يشيك على البضاعة، يعني في نهاية الدوام يشيك على البضاعة، أي شيء ناقص يعني يراجع الديون اللي تبع الزباين. فقال وأنا في هذه اللحظة اجت لعندي حرمة دخلت، يعني كانت مرة كذا شافتني فاتح دخلت. هذاك الوقت بس عشان أشيك على البضاعة وعلى التواريخ وتنظيف ولا غير. فمجرد ما في نهاية عملي هذيك الليلة، إذا أنا خلاص يعني في نهاية الأمر عند الماسة بين أشطب باقي عملي، أتفاجأ بظهور امرأة في أسفل الدرج. فمجرد ما شفتها حسيت جسمي زي اللي بنشر. وأول ما دخلت قربت لعندي قالت لصاحب البقالة ليش مشغل قرآن. صاحب البقالة استغرب من كلامه، قال كيف مشغل قرآن؟ هذا أمر طبيعي عادي، خلاص القرآن أمور طيبة ما فيها شيء. فالرجال يوم شافها تقرب لعنده أكثر خاف، بعدين حس الموضوع إنه فيه شيء. والرجال يوم شاف الحرمة قالت له ليش مشغل قرآن وشغل لنا شيء ثاني، وشاف من ملامحها إن هذه الحرمة يعني فيها شيء مو طبيعي. فالرجال على طول خاف منها وتعوذ من الشيطان، وعلى طول هي رجعت لورا وقالت له أوكي كذا. ليش فتح القرآن؟ أكتبت ملاك أكتبت وبعدين المشكلة مو هنا، المشكلة إنها قالت لصاحب البقالة أبغى فلوس، يعني تبغى منه فلوس. بعدين الرجال من كثرة الخوف متوتر قال لا لا ماشي معي فلوس. خلاص ولا حاجة. أكتبت طيب حالك. أشي غلط ما بشتغل ما عاد منزوب. بعدين قالت له خاطرك يعني بتروح. وبعدين قدها نازلة لتحت الدرج قالت لصاحب البقالة مين مات عندك؟ مين مات عليك؟ ها؟ مين مات عليك؟ ولا واحد. كيف يعني مين مات عندك؟ الرجال مشغل قرآن تقولي له مين مات عندك؟ هذا مو صاحب. وبعد هذه الحرمة أو بالأصح جني راحت من عند الرجال. نرجع لصاحب البقال اللي قال وقت إنه خايف جاته أم الركب، وأول ما راح البيت جلس صاحي ما نام طول الليل. وصلت البيت للصباح وأنا بدون نوم ومسرج كل الإضاءة على أساس أني جني. بعدين حكى الموضوع لأهل الحارة، ويعني الحي اللي ساكن فيه، واهل الحاره ولو واحد منهم صدق. قال انت قاعد تهلوس وخربط او تهيأ لك هذا الشيء، يعني ما حد مصدقه وكنسلوا الموضوع كلهم واعطوه سكيب. فإن كنت أكلم الناس في الحارة بالهذا ما حد كان يصدق القصة، كان يقولوا لي أنت خيال، أنت مدري إيش أنت. الين بعد 3 ايام او 4 ايام تقريبا لين الرجال تخطى من هذه الصدمه، فقرر يتحرى عن الموضوع اكثر ويتاكد هل هذا الجني ام حرمه مريضه او فيها سحر والعياذ بالله. وبعد ما بحث عن الموضوع وتاكد اكثر طلعت هذه الجنيه مش جنيه اصلا، طلعت بنته مسحوره بعده اسحره. متخيلين يعني مو سحر ولا سحرين، مسحوره بكثير من الاسحره، يعني مسحوره بعده اسحره والعياذ بالله. وقال ان هذه البنت يعني هربت من اهلها. بعدين قال ان هذه البنت اهلها جو علشان يعالجوها وهي طحست عليهم. وقدر الله ما شاء فعل، وهي ماشيه في الطريق لقت هذا صاحب السوبر ماركت مفتوح، وشافت انها لاصق القران. شكلها اتوقع انها دخلت يوم سمعت انه ملصي القران فدخلت لعنده، لان هي مسحوره والعياذ بالله. فاي واحد يعني مسحور يتصرف لا اراديا. فبعدين هي مشت مسافه كبيره يوم هربت من اهلها، مسافه يعني من ال50 الى مذبح. اهل اليمن بيعرفوا هذه المنطقه وبيعرفوا قديش هذه المسافة كبيرة، يعني هربت وبعدين رايحة مشي كل هذا الطريق قطعتها مشي من ال50 إلى مذبح. وأهل اليمن بس بيعرفوا هذه المسافة قديش كبرها. بس هذه كل ما في القصة. اللي يقولوا أكثر الناس، يعني هذا المقطع طلع ترند وأكثر الناس بيقولوا إن هذه الجنية، وهي في الأصل مش جنية، في الأصل هي بنت مسحورة بعدة أسحرة وهربت من أهلها. وسبحان الله وهي ماشية في الطريق يوم هربت من أهلها لقت صاحب السوبر ماركت هذا ودخلت لعنده. وأنا بعطي نصيحة كمان، أي واحد يعني يفتح لين آخر الليل ويعني في منطقة معزولة أنت جالس، ماشي داعي إنك تفتح وتجلس لين آخر الليل. بعدين الليل آخر الليل تأتيك الدواهي، على قولته آخر الليل تأتيك الدواهي.
وبعدين مشكلة تتجنب اللصوص والسرق والحرامية والقطاعين الطرق، هذا أول شيء. وثاني شيء أكثر المشاهير شوهوا بسمعة صاحب السوبر ماركت يوم قالوا إن هذه البنت الله يشفيها إن قالوا إنها جنية في الأصل، والمقطع انتشر والمقطع حاليا ترند ووصل لكل الناس. وأصحاب المنطقة كمان اللي هو ساكن فيها صاحب السوبر ماركت، الزباين قالوا عنده ما عاد في زباين، أي واحد يعني يبغى يروح عنده أهلهم يمنعوه، يقولوا له لا تروح لهذا الدكان فيه جن والعياذ بالله، وصاحب الدكان مجنون، يعني يشوه بسمعة صاحب المحل. وهذا كله علشان إيش؟ علشان شوية مشاهدات. وفي هذه شوية المشاهدات إيش سويتوا؟ شوهتوا بسمعة الرجال ومصدر رزقه على وشك إنه يطيح. فيا مشاهير ويا صناع المحتوى، إذا بتجيبوا قصة جيبوا قصة بتفاصيل مؤكدة ودارين فيها، يعني مش تجيبوا كلام وتسوقوها على الناس وتجيبوها بأدلة ثانية علشان شوية مشاهدات. إذا بتحكي قصة احكي قصة بتفصيلها وبكل سوالفها. يعني حين تقول أكثركم تقول إن هذه جنية، وفي الأصل مش جنية، الأصل إنها بنت مريضة الله يشفيها. وبس، كان معكم عبد الرحمن من قناة مستر دحوم، نشوفكم في المقطع الجاي، سلام.